زي ما قلت لك ان الماتش هيكون تحصيل حاصل مفهوش اي جديد، لان الفرقتين بصراحه كانوا مقفلين كويس جدا، وبالتالي مش هتلاقي كوره حلوه باستثناء 3 هجمات كان فيهم جمل حلوه جدا وهنتكلم عليهم في حلقه النهارده. في النهايه الاهلي الى نهائي دوري ابطال افريقيا للمره ال16 في تاريخه، والرابعه على التوالي والسادسه في اخر 7 نسخ. وعايز اقول لك يا صديقي ما تفكرهاش سهله، لان الاهلي كان خارج دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات، ولكن بتتفاجئ دلوقتي ان النادي الاهلي موجود في نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا الناس كلها بتريح نفسها عشان تعرف تنام بالليل وتقول لك ده حظ. يقول لك ان الاهلي وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا بالحظ، وان اطهر الطاهر ضيع ضربه الجزاء، وان الرجاء ما كانش في احسن حالاته، والترجي الرياضي التونسي كان عنده غيابات ولعب من غير جمهور. هيبداوا يقللوا من المنافسين بتوعك، مع ان المنافسين دول مسحين بوشه النجيله. زي ما قلت لك قبل كده ان الحظ والتوفيق ما بيخدموش غير المجتهد واللي بيعمل اللي عليه. ودائما وابدا تظهر شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء في الازمات. اكلمك عن فوز النادي الاهلي على نادي الترجي بهدف مقابل لا شيء، وهنروح انا وانت في جوله نتكلم فيها عن اخبار محليه في الدوري المصري. بس قبل اي حاجه لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهلا بيكم في حلقه جديده، ده برنامج نسر الاهلي وانا ابانوب مفيد. عزيزي الاهلاوي الجميل، من غير كلام كتير، الاهلي بيوصل لنهائي دوري ابطال افريقيا للمره 16 في تاريخه، والرابعه على التوالي وللمره السادسه في اخر 7 نسخ. النادي الاهلي يظهر بشخصيه البطل بعد ما كان خارج البطوله اكلينيكيا، وتحضر روح الفانيلا الحمراء. بصراحه مش بتمنى طرف معين في النهائي ايا كان مين هو الطرف الثاني اللي هيقابل النادي الاهلي. انا عندي ثقه في لاعيبه النادي الاهلي. ماتش النهارده الاهلي كان غايب منه محمد الشناوي للإصابة، وأكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة. مارسيل كولر نزل بخطة 4-2-3-1، علي لطفي في حراسة المرمى، 2 قلب دفاع عبد المنعم وياسر إبراهيم. بالباك اليمين كابتن النادي الأهلي محمد هاني، وباك شمال علي معلول. قدامهم 2 في نص الملعب مروان عطية وأليو ديانج، قدامهم 3 حمدي فتحي في النص، ناحية اليمين بيرسي تاو، وناحية الشمال حسين الشحات، وراس حربة صريح محمود عبد المنعم كهربا. مع إني كنت أتمنى إن مارسيل كولر يبدأ بخالد عبد الفتاح ويريح محمد هاني، وبالمره نشوف علي معلول كابتن للنادي الاهلي. بس معلش ملحوقه يا صديقي، حتى مارسيل كولر لما عمل تغييرات نزل عمرو السوليه وساب محمد هاني في الملعب وخرج علي معلول. بصراحه الماتش كان بارد قوي ودمه تقيل، والفرقتين كانوا مقفلين حلو قوي، وبالتالي مش هتلاقي كوره حلوه. مفيش غير 3 كور بالعدد بس اللي تقدر تتكلم عليهم وتقول ان هم كور حلوه، وهكلمك عليهم في حلقه النهارده. الماتش بدأ ونادي الترجي الرياضي التونسي مقفل خطوطه كويس جدا، والنادي الاهلي بيضغط في ال18 بتاعت نادي الترجي. اول كوره حلوه نشوفها في ماتش النهارده هي كوره الهدف في الدقيقه 22. مروان عطيه بيقطع الكوره في نص الملعب، بتوصل لكهربا اللي بيلعبها لبيرسي تاو، وبيرسي تاو بيعمل لونج باص بيضرب بيه خط ظهر نادي الترجي الرياضي التونسي عشان توصل للكوره لحسين الشحات اللي كان متطرف شويه ناحيه الشمال. وفي لحظه خروج حارس مرمى نادي الترجي كان المدافع اللي مع حسين الشحات رجع على المرمى عشان يغطي مكان حارس المرمى، وفي اللحظه دي حسين الشحات بيحط الكوره بشماله في الجون. حسين الشحات اختار اللحظه المناسبه، وهي لحظه تبديل الادوار بين مدافع نادي الترجي وحارس المرمى عشان يسجل الهدف الاول، وبيكون ده الهدف الاول للنادي الاهلي بيسجله حسين الشحات في الدقيقه 22 باسيست عالمي من بيرسي تاو نسخه مارسيل كولر المطوره. خلص الشوط الاول وما كانش فيه خطوره من الفريقين، لان الفريقين كانوا مقفلين كويس جدا، وبالذات فريق الترجي الرياضي التونسي كان مقفل خطوطه حلو قوي، والاهلي كان بيضغط ضغط عالي من منطقه ال18 بتاعه نادي الترجي. بدا الشوط الثاني والنادي الاهلي ماسك كوره وعمل حوالي 97 باص في نص الملعب عشان يسحب لعيبه الترجي، ولكن ما بيتسحبوش. لعيبه الترجي كلها متمركزه في نص الملعب وما بيروحوش ورا الكوره، واقفين في مكانهم، وبالتالي انت ما عندكش اي حلول تخترق بيها دفاعات نادي الترجي الرياضي التونسي غير اللونج باص او التسديد من خارج ال18. في الدقيقه
70 حسين الشحات بيلعب ثرو باص حلو قوي الكهرباء اللي بيمشي بالكوره وهو منفرد بالجون، ولكن حارس المرمى بيتزحلق بيطلع الكوره من تحت رجله. كهرباء بيروح عشان يلحق الكوره ولكن بيتزحلق ويقع على الارض وبرضه ما بيسكتش، وهو واقع على الارض بيدور مين حواليه، لما حسين الشحات جاي قام غمز له الكوره، وحسين الشحات بياخد الكوره بيشوطها مره واحده على الجون ولكن بيتصدى لها مدافع نادي الترجي الرياضي التونسي. بصراحه الهجمه حلوه قوي، خصوصا اللي عمله كهرباء ان هو ما سابش الكوره حتى لما وقع، فضل يعافر ويحاول عشان يلعبها. كوره حلوه قوي وهجمه حلوه قوي للنادي الاهلي، ولكن تصدي مدافع الترجي كان احسن بكتير. بعد كده بيطلع حسين الشحات وبينزل مكانه احمد عبد القادر، وبيطلع حمدي فتحي وبينزل محمد مجدي قفشه، وبيرسي تاو بيطلع وبينزل مكانه طاهر محمد طاهر، وبيطلع علي معلول وبينزل مكانه خالد عبد الفتاح، وكمان بيطلع مروان عطيه وبينزل مكانه عمرو السوليه. الكره الثالثه والاخيره اللي هنتكلم عليها هي كانت قبل نهايه الماتش بدقايق، لعيبه الاهلي بينقلوا الكره في مساحات ضيقه جدا في ظل تقفيل دفاع نادي الترجي الرياضي التونسي. الهجمه بتبدا عند طاهر اللي بيلعبها لعمرو السوليه، وعمرو السوليه بيلعبها بالكعب لمحمد مجدي قفشه، قفشه لعبد القادر، عبد القادر للسوليه، السوليه لعبد القادر تاني عشان عبد القادر بيحط الكوره في المدرجات. بصراحه الكوره من بدايتها فيها تيكي تاكا عالميه، كان لازم تخلص بهدف للنادي الاهلي، وبتنتهي المباراه بفوز النادي الاهلي في مجموع المباراتين 4 أهداف مقابل لا شيء، وبيصعد النادي الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا وفي انتظار الطرف الثاني. لو صن داونز هي اللي صعدت لنهائي دوري ابطال افريقيا، ماتش الذهاب هيكون في القاهره وماتش العوده هيكون في بريتوريا في جنوب افريقيا، ولكن هيتلعب بالليل مش بالنهار، وده كان قرار الكاف وقال هتتلعب بالليل لاسباب تسويقيه، يعني مش عشان النادي الاهلي هو الفتى المدلل للكاف والهبل ده. في اخبار كمان انه تم رفع مكافاه دوري ابطال افريقيا، فالفريق البطل هيحصل على 4 مليون دولار والوصيف هيحصل على 2 مليون دولار. كمان الاهلي هيشارك الموسم اللي جاي في دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات لانه مشارك في بطوله السوبر الافريقي، يعني البطوله اللي جايه النادي الاهلي مش هيلعب ادوار تمهيديه، هيلعب من دور المجموعات على طول. ونسيب دوري ابطال افريقيا وننتقل للدوري المصري الممتاز، اقوى بطوله عرفها التاريخ. الزمالك في الدوري بيفوز على اسوان بهدف مقابل لا شيء بالعافيه، فيوتشر بيتعادل مع سموحه بهدف مقابل هدف، وده كله في صالح النادي الاهلي. طبعا سمعنا كلام ان فتوح الباك الشمال بتاع نادي الزمالك الموسم اللي جاي هيكون موجود مع النادي الاهلي، الصحافه كلها بتتكلم عن الخبر ده، وكابتن بشير التبعي بنفسه قال ان فتوح الموسم اللي جاي في النادي الاهلي، بس انا بقول لك ان ده مش هيحصل، لان كابتن محمود الخطيب قال قبل كده انه عمره ما هياخد اي لعيب من الزمالك بطريقه مباشره. اللي هيحصل ان فتوح الموسم اللي جاي هتلاقيه في الدوري القطري او السعودي او الاماراتي، والموسم اللي بعده او في الانتقالات الشتويه هيكون في النادي الاهلي. في احتمال كبير قوي ان احنا نشوف كابتن احمد حسام ميدو رئيس لنادي الزمالك، وكمان ميدو بيقول ان الفتره الجايه هيكون في فلوس كتيره قوي في نادي الزمالك وهيعملوا صفقات قويه، ده لان كان في رجل اعمال داخل نادي الزمالك وبيمول نادي الزمالك، حصل خلاف بينه وبين شخص متواجد داخل نادي الزمالك. ميدو قال ان هيتم عمل صلح بين رجل الاعمال والشخص اللي موجود داخل نادي الزمالك عشان يقدروا يستفيدوا بفلوس الراجل. وكمان في اخبار عن تحويل قيمه صفقه امام عاشور على حساب رابطه الانديه، طبعا عشان حسابات نادي الزمالك محجوز عليها، والنادي الدنماركي قال مش هحول الفلوس على حسابات شخصيه. المهم ان رابطه الانديه استغربت وقالت اشمعنى هتحولوا على الحساب بتاعي، طب ما تحولوا على حساب اتحاد الكوره. نادي الزمالك رد وقال لها ما ينفعش نحول على حساب اتحاد الكوره عشان ليهم عندنا فلوس. وكمان سمعنا ان في توصيه من وزير الشباب والرياضه اترفعت لوزير الماليه برفع الحجز عن حسابات نادي الزمالك، ويجي يقول لك ان النادي الاهلي هو نادي الدوله. والله ضحكتوني. ونسيب نادي الزمالك وحكايات نادي الزمالك اللي ما بتخلصش وندخل على النادي الاهلي. بيرسي تاو جاي له عروض من الدوري السعودي وعروض من الدوري الهولندي، ولكن مارسيل كولر متمسك ببيرسي تاو في صفوف النادي الاهلي، وكمان كولر متمسك بحمدي فتحي وعبد المنعم ومنع خروجهم من الفريق. كمان ايمن اشرف اللي بيلاقي تجاهل شديد من مارسيل كولر من ساعه ما تولى قياده النادي الاهلي، لما اتكلم مع كولر وقال له انا عايز امشي من الفريق، كولر قال له لا ما تمشيش، اشتغل على نفسك وهتجيلك الفرصه وامسك فيها، خصوصا ان ايمن اشرف مركزه الاساسي هو باك شمال، واحنا ما عندناش باك شمال غير علي معلول بس. ايمن اشرف احد كباتن النادي الاهلي اللي في فتره موسيماني كان بيلعب دايما اساسي، وعنده شيء من التهور وبيلعب بحماس زياده ممكن يخليه يعمل اخطاء تكلف النادي الاهلي كتير، ولكن هو وجوده في الملعب مهم. كمان اداره النادي الاهلي كل كام يوم بيبعتوا راس حربه لمارسيل كولر ويقولوا له ايه رايك، والراجل بيرفض،
متمسك بجاكسون موليكا تمسك شديد جدا، ونادي بيراميدز داخل في الصفقه. وكمان مارسيل كولر طلب من الاداره الفنيه اللي معاه انها تراقب اللاعب محمد علي بن رمضان لاعب خط وسط نادي الترجي الرياضي التونسي. بصراحه هو لاعب حلو ولاعب قوي وبيخرج بالكوره حلو جدا وبيقف على الكوره بطريقه كويسه قوي، ولكن انا شايف ان احنا عندنا لعيبه خط وسط كفايه قوي في النادي الاهلي. هو احنا هنفضل نجيب خط وسط وهننسى راس الحربه والباك الشمال وقلب الدفاع؟ المهم ان الاهلي بياخد هدنه من دوري ابطال افريقيا وبيرجع لمنافسات الدوري المصري الممتاز. مباراه النادي الاهلي اللي جايه هتكون مع نادي انبي يوم الثلاث 23 مايو الساعه 9:30. بعد كده هيريحوا يومين بس وهنلعب يوم 26 مايو مع طلايع الجيش الساعه 8، وبرضه هيريحوا بعد طلايع الجيش يومين بس عشان هنلاعب سيراميكا يوم 29 مايو الساعه 8. وبعد كده ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 4 يونيو في القاهره. فاللي كولر لازم يعمله في ماتشات الدوري اللي جايه ان هو يستعين باللعيبه الشباب ويلعبهم اطول فتره ممكنه، لان ماتشات الدوري اللي جايه هيكون فيها ضغط كبير بين الماتش والتاني يومين بس راحه. من الافضل ان انت تعتمد بشكل اساسي على دكه البدلاء وعلى اللعيبه الشباب لاطول فتره ممكنه، واعتقد ان المكان بتاعنا في جدول الدوري يسمح لنا ان احنا نعمل ده. وبكده عزيزي الاهلاوي بتكون خلصت حلقتنا من نسر الاهلي، فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في حلقه جديده من نسر الاهلي مع ابانوب مفيد.